ونقول يا مساء أو صباح الخير على كل المتابعين وحلقة جديدة من تاريخ على ورق. الحلقة النهاردة مهمة جدا. الحلقة النهاردة بعنوان ما تقولش لحد حاجة تخصك، ما تعرفش حد أي حاجة انت بتعملها. بنعاني كتير قوي من الحاجة دي، وبنشتكي كتير قوي ان مفيش حاجة احنا قلناها الا وما تمتش. طيب ايه الحكاية؟ طيب ايه علاقة ده بتاريخ النهاردة وورق النهاردة؟ هنتكلم دلوقتي مع بعضينا على ان ازاي التاريخ وعلى مر العصور اتأثروا كتير جدا بالنقطة دي. هنتكلم مع بعض من الناحية الدينية والناحية الفلسفية، وهنفسر الموضوع ده واحدة واحدة. يلا بينا، يلا نبدأ. في البداية بحب أكد إن كلنا وبلا استثناء بنعاني كتير قوي من جوانا، وبيراودنا شعور غريب بالقلق من حاجات معينة، أو بنحس بالطاقة السلبية من أشياء كتيرة. طبعا زي مثلا إحنا ليه ما بننجحش؟ إحنا ليه مش زي فلان أو علان؟ طيب إحنا هنقدر نحقق في وقت سريع حاجة إحنا عاوزين نعملها ولا لأ؟ كل ده له إجابات، وببساطة إن اللي حوالين منك هم اللي بيدمروك. وده ساعات كتير قوي بيكون من غير قصد. يعني ساعات بتلاقي إن حوالين منك ده بيدمرك بس مش قاصد على ده، وممكن يكون قاصد، وده في ساعات أكتر، وبيكون كمان متعمد للأسف. طيب الطاقة السلبية اللي بنواجهها في حياتنا ما هي إلا طاقة جبارة بتولد حي بحاله. يعني طاقة جبارة ممكن ان احنا نشغل بيها شارع وننوره كمان. شفت بقى انت ازاي بتستغل نفسك لضدك مش لصالحك؟ طيب انا اعمل ايه؟ ما كله بيصدر لي الطاقة السلبية دي وبيشوشرني وبيتعبني. هقولك بكل بساطة، انت بترمي ودنك ورا الكلام السلبي او ورا كلام الناس بمعنى اصح. وده لان الانسان بطبعه بيفتكر لحظات فشله او انكساره اكتر من نجاحاته. وده مش كلامي انا، ده كلام احد الفلاسفة العظماء قديما. يا جماعة، لا تندرجوا وراء كلام الناس وما تتأثروش بالصوت العالي، لان ساعات برضو الشخص ممكن يأثر عليك بصوته العالي. وما تقعدوش او ما تجلسوش اي حد متشائم او حقود. ما تقعدش مع حد يا سيدي بيصدر لك طاقة سلبية. هتقولي طب والعمل ايه لو انا عايش حياتي مع شخص زي ده، سواء كان حاقد او متشائم؟ يعني لو هو مثلا من اهلك، ادعيله وحاول تصده، وما تكونش جنبه ولا تتأثر بيه على قد ما تقدر. تقول لي يا عم ده قاعد معايا في البيت 24 ساعة. هقولك انت تقدر ان انت تسمع، تقدر ان انت تسمع وتفوت، وان انت تعتبر ان الشخص ده، يعني مثلا لو كان ابوك او لو كانت امك، انت ممكن ساعات الاهل هم بيكون غصب عنهم. وده من الفئة اللي انا قلتها في البداية، اللي هم من غير قصد بيصدروا لنا الطاقة السلبية. يا عم دول استثناء مهم جدا، واستثناء لازم انت تتقبله، لان انت لو ملكش خير فيهم هيبقى ليك خير في مين؟ احب اقول لك الاديان السماويه كلها بتحس وبتاكد على احترام الاباء. ان هم ده يعني اكيد مش بيحبوا ان هم ياذوا ابنهم، ولا يحبوا ان هم ياثروا عليه بالسلب، بس هم عايزين مصلحته. قبل كده قلت مثل ان مثلا الاب اللي شغال فني في السيارات او ميكانيكي، عندنا بنقولها كده في مصر، بيبقى عايز ابنه يطلع ميكانيكي هو كمان، ياخد من بعده المهنة. او مثلا الفطاطري، او مثلا اللي شغال في اي مهنة عموما حرفية. هل هو كده هل هو كده عايز الاذى لابنه؟ ولا هو بيبقى شايف ان ده الحاجة اللي هو عملها ونجح فيها، فبرضه عايز ابنه يعملها وينجح فيها؟ هو شايف ده. بس احنا من منطلق العلم ولا من منطلق
الثقافة والحياة اليومين دول بنشوف ان فعلا لا، مش لازم ابنك يطلع زيك، مش لازم ابنك يطلع في نفس مهنتك ولا نفس طريقة حياتك اللي انت عشتها قبل كده. بس هو بيبقى شايف ان ده مصلحته ليك. انت خليك ذكي، خلي عندك سعة افق. مادام ربنا من عليك بهدية ان انت وبنعمة ان انت تقدر تتعلم جديد وتقرا وتسمع وتتصفح ويبقى عندك يعني من اللي ما كانش او ما لم يكن عند ابائك في يوم من الايام زي الانترنت، انت تقدر ان انت تتعلم في شتى المجالات وتتثقف وتوسع من تفكيرك. فبالتالي لما هتلاقي ابوك ولا هتلاقي امك بينصحوك بالنصايح اللي قد يكونوا شايفينها في صالحهم وفي صالحك، انت ساعتها هتتقبل ده علشان هم كبار، علشان هم اكيد شايفين لك ان مصلحتك يعني في رأيهم هي الصح. بس انت هتسمع دوت ومش يعني هتعمل اللي في دماغك بس يكون برضه هو الصح. يعني مثلا احيانا الامهات مننا بيشوفوا ان لا انت تشتغل في وظيفة حكومية ولا تشتغل في وظيفة ثابتة، ويعني ايه تشتغل مثلا فريلانسر او تشتغل مثلا على الانترنت. بيبقوا شايفين ان ده لعب عيال، بيبقوا شايفين ان ده كلام فارغ. طيب انا اسمع منهم الكلام ده واصدهم واتاثر بالكلام ده، ولا ابقى انا فاهم الصح واسمع واقول لهم حاضر بس اعمل اللي انا عايزه، مش بعند فيهم بس بعند عشان انا عايز اعرف، يعني عايز اوصل للصح وعارف الصح فين. نرجع تاني لموضوع حلقتنا، وهتقول لي ايه علاقة ده باني ما اقولش لحد اي حاجة تخصني، وايه علاقة ده بموضوع حلقتنا النهاردة اصلا؟ هقول لك اسمع بقى. اول حاجة، الانسان هو عدو نفسه الاول والاخير، واللي بيأذي نفسه بنفسه، لانه بيبص لغيره بنظرة حقد او بيضيع وقته في النظر لنعمة غيره من غير ما يحمد ربنا على نعمته عليه. ربنا ادى لكل واحد فينا هدية في الصحة، وهدية في ان انت عندك اعضائك كاملة، هدية في ان انت بتسمع بتشوف. كل دي حاجات مهمة جدا لازم نحمد ربنا عليها. عايز اقول لك حاجة كمان، هناك من ينوي الاذى النفسي والجسدي ليك مهما كان مين هو. خد حذرك منه وما تسمعلوش نهائي ايا كان الشخص ده، وابعد تماما عن اي حد يقولك بلاش تعمل واعمل اللي على مزاجه هو، لانه غالبا بيوجهك للي هو عايزه، واللي هو عاوزه مش هيكون لصالحك، وده بنسبة 100%. يعني مثلا ما تجيش تقول لي انا واحد صاحبي قال لي اعمل كذا ولا نصحني بالنصيحة الفلانية، يا سيدي على عيني وعلى راسي، انا ليا عقل ان انا افكر وادرس النصيحة دي. مش جايز يكون الراجل ده بينصحني نصيحة هو عايز يثبتني في خانة وفي دايرة ما اخرجش عنها. يعني مثلا انا وصاحبي في مجال الهندسة، هو عايز وشايف ان انا اشطر منه، هو عايز ان انا اخرج بره المجال ده، وبيقول لي انا شايف فيك موهبة مثلا، انا شايف فيك ان انت تاخد مجال تاني وكارير تاني، عشان انا اتأخر عني الشغل شوية ورزقي لسه ما جاليش، وهو اشتغل وخايف ان انا اخد مكانه في المستقبل. ليه لا؟ ليه ما يكونش كده؟ احنا مش بنسيء الظن طول الوقت، بس احنا بنفكر ان في ناس كده، للاسف في ناس عايزانا نخرج بره الاطار اللي ممكن ننافسها فيه. عشان كده زي ما قلت، اي حد لو هينصحك بالنصيحة اللي على مزاجه هو، اعمل حسابك ان هي مش هتكون لصالحك. لازم تكون انت صاحب قرارك. اتجنب ده ازاي؟ اسمع لنفسك وصدق قلبك وبس. التفاؤل ما ينفعش يكون جزء من حياتك، ده التفاؤل لازم يكون عنوان حياتك، لانها هتسود مجرد ما هتنزع التفاؤل ده منها. عايز اقول لك كمان يا عزيزي يعني المشاهد او المستمع، ان انت لازم تخليك ايجابي. خليك ايجابي لغيرك، وغيرك لو سلبي عليك انك انت تقول له باي مع السلامة. يعني ايه؟ يعني انا عملت خير مع واحد معرفوش او اعرفه، وده بيصدر لي السلب وبيصدر لي الطاقة السلبية، خلاص اتجنبه وابعد عنه على طول. لازم ابص لمكانة غيري عشان انجح في حياتي. بمعنى اقول انا عاوز المكانة دي وهوصل لها،
وانا اقدر عليها بتعبي ومجهودي وتوفيق ربنا معايا طبعا قبل كل شيء. ولكن ما بصش لرزق غيري في المكانة دي. وهو ده بقى الفرق بين الناجح والحقود. هو ده الفرق المهم جدا اللي لازم ناخد بالنا منه. علشان كده حلقتنا النهاردة ورقتها التاريخية هي دينية وفلسفية. أقوال الفلاسفة عن النجاح بتقول إيه؟ عندي مقولة بتقولك بعضنا ينجح بذكائه وبعضنا الآخر بغباء الآخرين. ينجح بغباء الآخرين. دي مقولة للفيلسوف لابيير. تمام، يعني إيه الكلام ده؟ بعضنا بينجح بذكائه والبعض التاني بينجح بغباء الآخرين. يعني انت قلت لي كلمة احبطتني وقلت لي انت فاشل، قلت لي انت مش قادر ان انت تنجح، قلت لي اخرج بره المجال بتاعك وشوف لك حاجة تاني وكارير تاني، وانت عارف كويس ان انا نفسي اشتغل في الحاجة اللي انا بحبها او اشتغل في المجال اللي انا درسته وتعبت فيه. انا هستخدم ده لصالحي، بل بالعكس ده هيدفعني اكتر واكون عنيد اكتر ان انا اكمل وادوس على نفسي في الحاجة اللي بحبها. تمام كده انا بنجح بذكائي، وبعضنا بينجح بغباء الاخرين برضو. ان الشخص التاني ان انت لما تكون منصاع، او ان انت تكون بقى العكس، تكون انت المتأثر سلبا وتكون انت اللي محبط، في ده غباء منك انت هيخلي غيرك وهيخلي الحاقد عليك هو اللي هينجح. وعندي مقولة تانية لويليام جيمس بيقولك ان الانسان يمكن ان يغير حياته اذا ما استطاع ان يغير اتجاهاته العقلية. يعني حدد اتجاهك، انت عايز تروح فين، حياتك كلها تتغير. غير فكرك واسلوبك وامشي في الطريق الصح وما تبصش لغيرك ابدا. خد طريقك انت لوحدك وصدقني هتحس بانك انجزت كتير جدا وحسيت بانك عملت اللي عليك وزيادة. اما بالنسبة للناحية الدينية فكل الاديان السماوية اكدت ان الحسد مذكور والحقد موجود، وادت الدفعة الإيجابية وإنها هي الطريق الصحيح للنجاح ولإنك تعيش حياة سوية. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. البعض طبعا اختلف في صحة الحديث، والبعض الآخر من الأئمة قالوا لا بأس به، ولكن الحديث صحيح. فإن فعلا تستعين على قضاء حوائجك بالكتمان. يعني ايه بالكتمان؟ ويعني ايه كل ذي نعمة محسود؟ الكلام ده في الناحية الدينية. ده انت استنى معايا لما نروح للنواحي الفلسفية برضو اللي بتقول كلام مشابه لده. يعني مفيش حاجة اتفقت اكتر من اللي انت بتشوفه دلوقتي على ان انت ما تقولش الحاجة قبل ما تعملها، او ما تقولش لحد حاجة الا اما تتم. تمام. كمان هناك آية قرآنية في القرآن الكريم من سورة يوسف بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. يعني إخواتك ما تقولهمش عن رؤيتك وعلى اللي شفته في منامك عشان ما يحقدوش عليك. فما بالك الإخوة اللي بيحقدوا على بعض، فما بالك الغريب. فعلشان كده الصورة واضحة. ما تقولش لحد حاجة انت بتعملها وانت بتعملها بالفعل. يعني ايه؟ كلنا بنقول حاجة ومفيش حاجة بتكمل. طب ما ده طبيعي. النفس اللي انت بتقول لحد عليها دي بتصدر لك طاقة سلبية. يعني دلوقتي انت بتعمل حاجة، بتعمل مشروع، داخل على جواز، داخل على شغل، براح تقول لحد انت بتعمل ايه بالظبط وانت في الحاجة دي ولسه ما تمتش. طبيعي فلان هيصدر لك طاقة سلبية ايا كان من هو، حتى لو اخوك، حتى لو غير قاصد. بس الطاقة السلبية دي انت ما بتشوفهاش، وانت مش مكشوف عنك الحجاب علشان تعرف مين عدوك ومين حبيبك. اللي هتقوله ده هيفكر وهيشغل باله بيك، هيخليه يفكر فيك على طول بطريقة هتخلي الدنيا تتعقد.
وممكن تبوظ. هتقول لي ها وبعدين؟ هقول لك ده في كمان ناس هتبقى ناس هتبين لك حبها ليك وهم من وراك بيخططوا لأذاك فعليا، سواء بالنصايح السامة أو بالضرر المباشر. في ناس هتلاقيها بتنصحك نصايح سامة وسبق وذكرنا، أو بالضرر المباشر والعياذ بالله يعني. طيب، علم النفس كمان ما راحش بعيد عن الدين، وعلماء الطاقة والنفسية والتخاطر اللي بيتكلموا عن طاقة الحب وانك تفكر في حبيبك تجذبه، والتخاطر وانت مصدقهم ومكذب الدين اللي بيقولك ان الحسد طاقة سلبية بتتولد فعلا وبتهدم نفوس وتكسرها. خليك ورا نجاحك وحلمك، واجري وعافر واوصل، بعدين عرف غيرك. اول ما الحاجة تتحول الى نعمة فعلية احمد ربنا وعرف غيرك ساعتها. لكن غير كده اللي انت بتعمله ده انت كده بتنوي الاذى لنفسك. بعض علماء النفس كمان قالوا نقطة مهمة جدا اتمنى تاخدوا بالكم منها. قالوا ان الانسان لما يحكي عن حاجة ناوي يعملها، المخ اساسا والعقل بيصور له انه انجزها فعلا وبيكسل ومش بيعمل حاجة. يعني انت دلوقتي فكرت احيانا كتير قوي بنقعد مع نفسنا كده وبنقول انا عايز اروح الجيم، او انا خلاص انا ان شاء الله انا هبدا جيم من بكره، انا هبدا كورسات من الاسبوع الجاي، انا قررت ان انا اعمل دايت بعد كام يوم. اغلبنا بيعمل الحاجات دي وبيقول الكلام ده وبينوي فعلا وبيبقى عنده نيه صادقه وما بيعملهاش. ده ليه؟ لانه ادى اشاره للعقل ان هو يعمل كده. وغير كده هو ما قالش قدام نفسه، هو عرف الدنيا كلها، الناس كلها حسسته بالانجاز، فعقله هيأ له ان هو انجز الفعل ده فعلا او الشيء ده فعلا، فحس بالانجاز فما عملوش، او عملوا مره وبطلوا واكتفى، طلع كل الطاقه من جواه على الفاضي. عرفت بقى انك لازم تتحرك وتاخد الخطوه على طول وما تعرفش حد. عرفت بقى ان محدش هيفكر لصالحك الا نفسك. تاريخنا النهاردة كان ورقه بيتكلم على النقطة دي، لأنها محور تاريخي على مر العصور، وسبب رئيسي وراء النجاح، وسبب رئيسي وراء فشل كبير جدا. وأهم حاجة عشان تنجح هو الكتمان والسير بدون الإنصات لحد. وهختم الحلقة بحكمة فلسفية بتقول: كن حذرا، عليك أن تتصرف بتكتم، فأنت عندما تكون سعيدا ومتحمسا قد تبوح بالكثير. على فكرة بقى يا جماعة أنا رايح مش عارف. طب ليه يا عم؟ يا عم أنت فرحان ليه؟ ما تكمل الموضوع لحد الآخر وبعد كده قول. خلصت حلقتنا النهاردة من تاريخ على ورق. هستناكم الحلقة الجاية، يا رب تقولوا لي رأيكم ايه في الحلقة دي، ولو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير والسبسكرايب. واشوفكم في حلقة جديدة على خير ان شاء الله من تاريخ على ورق، وتاريخ جديد ومعلومة جديدة. سلام.